السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. مسوي معاكم اليوم إن شاء الله اللي هو البرغل، حلا البرغل بالزعفران والحليب. خليكم معايا. طبعا نقعت البرغل، غسلته ونقعته تقريبا ربع كاسة برغل نقعتها. بعدين هحط موية نص كاسة وخليهم يغلون، وخليكم معايا. يلا تعالوا معايا نشوف. نترك البرغل على النار لما يستوي ونتابع معاكم خطوة بخطوة. يلا تعالوا معايا. طلع 3 ملاعق سكر طعام. نقعنا الزعفران، طيب ملعقة صغيرة فقط. شوفوا حبايبي، نشفت الموية واستوى مظبوط. الآن نحط الحليب والنشا. تقريبا هذا عبارة عن 1.5 كوب حليب. نضع فوقه ملعقتين طعام نشا فقط. نشيل التكتلات وبعدين نحطه فوق البرغل. شايفين بدأ يغلي؟ شايفين حبايبي؟ نطفي عليه. بعدين نحط الزعفران ما يوصل إلى الغليان. حطيناه فوق البرغل ونحرك فيه لين ما يجمد. لا تتركوه بدون تحريك رجائي. وإن شاء الله ينال إعجابكم. فكرة جديدة جربوها ولذيذة. ونضع عليه ملعقة مكسرات جوز يعني، وانتوا حابين تحطوا زبيب تحطوا اي نوع مكسرات، هذا شيء راجع لكم. ما شاء الله، جربوها لذيذ.